لا تسبكي بقى ولا تحتاري ولا تقولي هعمل اكل ايه. تعالي هنا على طول، لو عندك نص كيلو من البانيه هنعمل حتة صينية هتقضي 10 افراد. يلا صلي على النبي في الكومنتات واعملي لايك وشير. وهاتي بقى اي خضار عندك. انا كان عندي 3 كوسات على بطاطسيتين قرنين فلفل بصلتين قطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى هفك البصل كله من بعضه. انا عايزاه حلق بس رفيع، مش عايزاه سميك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان الاكله دي اقتصاديه جدا، وكمان هتقضي البيت كله. 3 حبات من الطماطم قطعتهم برضو شرايح. بعد كده نزلت بمعلقة كبيرة من البهارات المشكلة، نص معلقة من الملح، والملح حسب الرغبة، نص معلقة من الفلفل الأسود. هبتدي أقلب كل بقى الخضار مع الإيه، مع البهارات دي. لو عايزة تضيفي أي بهارات أو تشيلي حاجة وتحطي حاجة مكانها براحتك. عايزة تحطي بابريكا حطي، عايزة تحطي جوزة الطيب حطي براحتك. اللي انتي عايزة تحطيه هنا ده يرجع لك. هنقلب بقى الخضار كويس جدا جدا زي ما انتوا شفتوا كده. بعد كده بقى كان عندي صدرين فرخة زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اقطعهم لمكعبات صغيرة. حلاوة الصينية دي ان منها فيها مش هتوسخي حاجات كتير، كلها في صينية واحدة، وكمان سهلة جدا جدا وبسيطة. هبتدي بقى ان انا اقطعها مكعبات صغيرة كده او الحجم اللي انت عايزاه. تقدري كمان تستخدمي بانيه مش صدور، بس انا كان عندي الصدرين دول فقلت ايه هستخدمهم. قطعتهم بقى بالشكل ده، وكمان تقدري تحطي فيها أجنحة أو دبابيس أو فراخ. ممكن تكون فرخة ومتقطعة على 8 قطع. هنخلص كل الكمية بنفس الشكل ده. وطبعا الصدور عندي أنا كنت غسلاها ومصفياها. هنقطع كل الكمية وبعد كده على طول هقول لكم هنعمل ايه. هنديها بقى رشة صغيرة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وزي ما قلت لكم أي نوع بهار انتوا تحبوا تحطوه حطوه. عايزين تحطوا 7 بهارات حطوا، بس أنا استكفيت بالملح والفلفل الأسود بس. بعد كده بقى ايه، خدت الفراخ بتاعتي لأن أنا عندي البطاطس متبلة هي والخضار، فطبعا البخار اللي هتطلعه على الفراخ هيديها ريحة وطعم تحفة. خلاص كده رصصت الفراخ بتاعتي بقى بالشكل ده. هجيب كوباية بقى من المية أو كوباية من الشوربة اللي موجود عندك. انا هنا جبت كوبايه من الميه وهحط لها ملح وفلفل اسود، وكمان هحط لها معلقتين كبار من الصلصه. لو انتي ما عندكيش صلصه تقدري تحطي كوبايه كبيره من عصير الطماطم بس تكون خفيفه مش تقيله. وكمان حطيت معلقتين من الزيت. يعني تشيلي الطماطم وتحطي الصلصه وتحطي بدلها طماطم. ده برضو عادي مفيش مشكله اللي موجود عندك. هنقلب كويس قوي كده بالشكل ده. دلوقتي بقى الفرن بتاعي ساخن على درجة حرارة 180 أو 200 أو أعلى حاجة. هدخل الصينية بتاعتي على الصاجة من تحت لمدة 10 دقايق بس، تاخد وتدي كده وتشكشك. وبعد كده هطلعها بعد ال10 دقايق، هطلعها أحطها في الرف الأوسط وأسيبها لمدة 35 40 دقيقة. وبعد كده لما بتستوي بشيل ورق الفويل وانزلها تحت الشواية تاخد لون. تقدروا كمان قبل ما تحطوا ورق الفويل تحطوا ورق زبدة، اللي انتوا عايزينه اللي موجود عندكم استخدموه. لو عندك صينية مدورة ومناسبة ليها غطا دخليها من غير ورق فويل خالص، مع شوية رز بقى أكلة هتقضي البيت كله. بجد طعمها حلو جدا ومختلفة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير إذا عجبتكم الطريقة، وكمان تقولوا لي من أي بلد وبتفضلوا العرض الصامت ولا الصوتي. واعملوا شير للفيديو. باي باي.